اسالك على موقف حضرتك من المظاهرات اللي هي بتاعت يوم الجمعه الجايه. لا، احنا لا ندعو الى مظاهرات يوم الجمعة الجاية، ولا علاقة لنا بها اطلاقا. احنا كقوة ثورية ولا كقوة اسلامية ولا اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة ولا مجلس امناء الثورة، نحن لا ندعو الى هذه المظاهرات اطلاقا. واقول للجميع لا تخرجوا في مظاهرات ولا مليونيات، خلينا نخلص الانتخابات بتاعتنا. طيب، نما إلى علمنا في برنامج مصر الحرة الأخ وسام عبد الوارث، الدكتور وسام عبد الوارث، إن الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل بيدعو إلى يا أخي بعد إذن حضرتك ما تقوليش فلان بيدعو ولا ما بيدعوش. اللي يدعو هو حر، اللي ما يدعوش هو حر. أنت عاوز تسمع كلام اللي بيدعو أنت حر، مش عاوز تسمع كلام اللي ما بيدعوش وأنت حر. أنا لا أدعو إلى النزول يوم الجمعة ولا أدعو إلى النزول إطلاقا إلى ميدان التحرير إلا بعد ما نشوف الانتخابات هتعمل إيه. بعد الانتخابات دي مرحلة لابد إن احنا نخلصها. أي حد يدعو إلى أي شيء، كل واحد يدعو باللي هو عاوزه ويتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، واللي هيلبي النزول أو عدم النزول أيضا سيسأل عن هذا. أنا لا أدعو إلى النزول إطلاقا، أنا أدعو إلى أن نركز بشدة في هذه الخطوة التي نحن فيها الآن، وهي الخطوة الأولى من 3 خطوات لنقل السلطة ولنجاح الثورة. هذه الانتخابات لابد أن نركز فيها جدا. هننزل ليه؟ عاوزين ننزل ليه؟ عاوزين ننزل علشان نحدد موعد لنقل السلطة. لما نخلص انتخابات هنحدد موعد لنقل السلطة، والجيش هيسمع الكلام والجيش هينفذ الموعد اللي هنحدده. لكن دلوقتي خلونا نركز في الانتخابات. أنا ده اللي بقوله وده الذي أدعو إليه. أي حد آخر مع احترامي الشديد لكل من ينادي بالنزول، أنا لا أعرف شيخا ولا أحدا من العلماء ولا أحدا من الكيانات الثورية دعا للنزول يوم الجمعة القادم إطلاقا إلا من ذكرت حضرتك. وهذا الكلام أنا لا أدعو إليه إطلاقا. نركز في الانتخابات، نحافظ على انتخاباتنا، نحمي اللجان. هي دي المرحلة اللي احنا فيها الآن، دعونا ننتهي منها.